أهلا بيكم. معاكم شريف المصري وعلينا أمان. دي الحلقة رقم 6 في الصداقات. ليه اتكلمنا في الصداقات وخصصنا لها أكتر من حلقة؟ علشان هي دي اللي الإنسان بعد ما يتوفى لو قدر يرجع الدنيا تاني هيبقى راجع عشان يعمل صداقات، لأن شايف إن هي دي اللي هتفيده أكتر حاجة في إن هو في الموقف اللي هو فيه في الحساب يعني. فواضح إن هي حاجة كبيرة وحاجة مهمة، ودي جايبينها من القرآن. ان هي حاجه كبيره ان الميت لو حب يرجع الدنيا تاني هيعمل صداقات. فدي الحلقه السادسه في الصداقات. احنا بنحاول نقول صداقات سهله كلنا نقدر نعملها ونستفاد منها. النهارده هنقول ما ينقص مال من صدقه. فعلا انا ما معيش فلوس كتير، لكن انا محتاج فلوس. محتاج يكون معايا فلوس، عايز اكون مبلغ معين عشان اعمل بيه حاجه. هنجرب مع بعض. هي التجربه للي ما جربهاش، لكن كل الناس اللي جربتها هي متاكده من النتيجه. هي بالنسبه لها مش تجربه، هي بالنسبه لها استثمار ناجح. اطلع جزء من المبلغ الصغير. انا معايا 1000 جنيه وعندي موضوع عايز اعمله مهم جدا بالنسبه لي ب 5000 جنيه. فتخيلوا انا هطلع ال 1000 جنيه، انا عايز اكمل عليها اربعه، مش عايزها تقل. فانا ممكن اخد من ال 1000 جنيه 50 جنيه، 25 جنيه، 100 جنيه، 200 جنيه، اي رقم، وهطلعه صدقه. وهشوف بقى ال 1000 جنيه دي هتبقى كام بعد ما اطلع صدقه. ربنا هيرزقني بحد كان ليا عنده فلوس وانا ناسيه وهو ناسيني وقابلني واداها لي. هيرزقني بشغلانه انا ما كنتش ناوي اعملها او مش عارف اعملها او ما كانتش جايه لي اصلا وجات لي عشان اعملها ممكن ما تكملش الخمسه مره واحده، لكن على الاقل المبلغ اللي انا طلعته ده يمكن يتضرب في 10 في 20 في 50. هو هيرجع لي فلوس، بالاضافه ان هي صدقه، بالاضافه ان جزائها عند ربنا بالنسبه لي ان انا ما معيش ومحتاج اكمل عشان اعمل حاجه مهمه، ومع ذلك طلعت من المبلغ اللي معايا صدقه. تخيلوا بقى هو هيحسبها ازاي، وهو هيبارك ازاي، وهو هيمشيها ازاي. ما ينقص مال من صدقه. طيب، هي في صدقات تانية نقدر نعملها كتير كتير جدا. على سبيل المثال، آه انا ما بتكلمش عن الفيديو ده بالتحديد، انا بتكلم بشكل عام. انا دخلت لقيت فيديو حلو وفيه حاجه مفيده افادتني ومست قلبي ولقيتها كويسه. ان انا اشيرها دي صدقه، ان انا انقلها لاصحابي دي صدقه، ان انا احملها على التليفون وارجع ابعتها لاصدقائي او اصحابي او مجموعه جروبات فيها ناس بيثقوا فيا وانا باثق فيهم وهم يشوفوها صدقه. ان انا وانا قاعد مع اصحابي في قهوه او في مكان او في كذا او في كذا اشغلها هي صدقه. ان انا راكب مواصله وشغلتها وصوتها عالي سنه بحيث اللي جنبي هيسمعها واندمج معايا فيها وركز معايا فيها واتفرج عليها معايا، اعتقد دي صدقه. حاجات كتير ممكن تبقى صدقات ربنا سبحانه وتعالى يقبلها واحنا نقدر نعملها، وهي سهله جدا. علينا بس ان احنا نفكر بعض، علينا ان احنا نذكر بعض بيها، علينا ان احنا نزق بعض عليها، علينا ان احنا نشجع بعض ان احنا نعملها. لما انا اشجعك وحضرتك تشجعني واحنا نشجع صاحبنا ونشجع صاحبتنا ونشجع اختنا ونشجع اخونا، اعتقد ان الدنيا هتبقى سهله. هنعمل صداقات كتير وهتنفعنا و... ويمكن ناخد بايد بعض ويمكن نفيد بعض ويمكن، لكن هو مفيش اختلاف ان اللي هيفيدنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى. وان الناس اللي راحت عنده قالت يا ريت نرجع الدنيا تاني عشان نعمل صدقه. ودينا بنتكلم في صداقات سهله اتمنى كلنا نعملها. يا رب نكون استفدنا من بعض. شكرا لك.